يعني على طول. ففكره التصالح مع الخطيب، لو انتم فاكرين انا كنت عملت بيان كده لما تعب اتمنيت له الشفاء، هو ما ردش، فالناس بقى تسخني ما ردش. انا طبعا البني ادم اللي يبقى مريض دون يعني ما تضغطش عليه، في كفايه اللي هو فيه، تمام. بس فالفكره بقى لي فتره، وانا حتى في بياني قلت حتى لو استمر في القضايا. هل جمعكم مكالمة تليفونية بعد إعلان الصلح؟ ولا قبليها ولا بعديها. ده من تلقاء نفسي وهو من تلقاء نفسه. وأنا بياني محترم بقدره، وهو راجل برضه بيانه محترم، الحمد لله في اعتذار هنا ولا في اعتذار هنا، لكن عفى الله عما سلف سواء هنا أو هنا. وكان طبعا من ضمن التصالح محمد عثمان المحامي، يعني أستاذ محمد. الحمد لله انتهت على خير هذه الخصومة اللي بقى لها 8 سنين. الخصومة بقى لها 8 سنين. لكن الدرس اللي أنا خدته، اوعى تتخانق مع حد عشان حد. واخد بالك اللي في بالي؟ ها؟ وبتتفرج دلوقتي؟ اوعى تتخانق مع حد عشان حد. انا خناقتي عشان خطيب كان بسببين، سبب اللي في بالي وسبب التاني نادي الزمالك. نادي الزمالك لجنة العار، هو مين عزلني؟ محمود الخطيب، هو من رفع القضية. الواد اللي اسمه عبد الله جورج ابو ودان كبيرة دوت، واخد بالك؟ حفش ودانه دي عامل سماعات، مركب سماعات. طب بتنمر عليك يا عبد الله. انا بتنمر عليك، روح اشتكيني بقى، يلا انا فقت لكم خلاص، تمام. والوالد اللي اسمه هاني شكري ده